عشان بقى نعمل عرق تريبيانكو. اول حاجه زي ما انتم شايفين اهو، جبناه وغسلناه ونضفناه كده. طبعا ما بقاش فيه حاجه. همسك الوقت عشان بقى اربطه، عشان يديني بقى الشكل اللي هو خرط كده. اول حاجه اهوت جبت فتله كده، كده اهوت، طريقه سهله وبسيطه اهو. طبعا الفتله مبقطتش، هجيب فتله تاني. اهم حاجه ان انت تمسكي تزريه كويس جدا اهوت. زي ما انت شايفه كده بالطريقه دهيت، تخططي كده بالفتله. خلاص بقى جت في النهايه كده، همسك بقى الفتله كده اربطها اهيت. وطبعا ساعة ما بيستوى بتفك الفتله ديت، بتقطعها كده بالمقص او بالسكينه. انتوا شايفين اهوت. طبعا هي معلش فكه. معايا بقى فلفل اسمر حبيبات وتوم. همسك بقى افتح فتحات كده، بس وانت بتفتحي تخلي بالك ان هي تكون بعيد عن عن الخيط. واحط بقى التوم كده اهوت. طبعا في بيحب يعمله من غير التوم، بس طبعا هو ما ينفعش من غير التوم، بتديله نكهه كده حلوه كده. كده يبقى كله في كده اهوت. نجيب من الجنب ده كده برضو. ونعمل بقى فتحات صغيره نحط فيها الفلفل الاسمر كده اهوت، الحبيبات اهوت. امسكي بقى كده غرزيه، وحطي بقى الفلفل الاسمر كله كده اهوت. خلاص بقى عندي حله على النار اهيت، وحطيت فيها زيت. عايزه تكون الحله سخنه علشان اديله صدمه كده على الجنبين، ياخد معايا اللون دوت. شايفين اللون؟ معايا بقى ولا قراوه كده عشان اطعمه. طبعا احنا حاطين الفلفل الاسمر في قلبه.
5 6 فصوص حبهان كده. شايفين اللون؟ طبعا اللون بتاعه زي ما انتم شايفين اهوت بقى كله احمر. هنزل عليه بقى بميه كده، واجيب بقى الطماطم والبصل. طبعا انا عايزه شويه بقى شوربه كده متنكهين علشان يدوني طعم حلو للعرق. اهوت كله بقى واخد اللون دوت. شايفين اللون ده؟ شايفين لونه؟ زي ما انتم شايفين انا حطيت بقى الطماطم والبصل اهوت عشان نعمل بقى الصوص اللي هيتحط بقى على اللحمه. زي ما انتم شايفين جبت بقى معلقه سمنه كبيره ومعلقه زيت ومعلقه دقيق سوري. همسكهم بقى احمرهم كويس جدا لغايه ما تديني لون اصفر كده غامق عشان نعمل بقى الصوص. وعندي بقى طبعا الشوربه اللي هي بتاعت اللحمه اهوت، بتاعت العرق اهوت. اهم حاجه ان هي تكون الدقيق كده تحمريه عشان ما يبقاش في طعم الدقيق. كده بقى عندي الشوربه اهوت. زي ما انتم شايفين اهوت بقى كده الصوص بقى اللي اتحط معايا على اللحمه جاهز اهوت. شايفين تقيل اهوت. يبقى كده خلصت اهوت، وكده خلاص بقى استوى وبرد معايا علشان اعرف اخرطه. فجبت بقى وفكيت الفتل من عليه زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت علشان امسكه بقى اخرطه كده ويبقى سهل معايا كده واعمله طرنشات حلوه زي ما انت شايفه. وانت بقى وصلت معايا لغايه دلوقتي كده ما تنسيش بقى تحط اللايك الجميل وتعملي اشتراك كده وتنوريني في قناتي علشان قناتي تكبر بيكم كده. زي ما انتم شايفين بقى انا فكيت اهوت وهمسكه بقى اخرطه بقى بطريقه جميله. عايزه تعمليه طرنشات على الجنب، عايزه تعمليه دواير، طبعا اللي يريحك. وطريقه سهله وبسيطه وبتغيري بقى كده. ممكن برضو لو جايبه حته لحمه على بعضها تعمليها بالطريقه ديت تغيري برضو كده من الطعم، يعني يكون عندك الطعم برضو مختلف. انا هوت بلف بس عايزه تكون واضحه وانا بخرطها معاكم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وتكوني بقى مجهزة شوية رز بقى بالخلطة، شوية رز بالكاري زي ما انت عايزة بقى بتحبي تقدميه عليه.
وبقى الصوص كده في الاخر حاجة بقى كده فخامة. زي ما انت شايفة طبعا التوم بقى والفلفل الاسمر عامل شغل جوه بقى، حاجة كده بقى من الاخر. زي ما انت شايفين اهوت. عندك بقى سكينة مشنشرة اعملي بها، عندك سكينة حامية اعملي بها، المهم ان يكون حاجة حامية معاكي علشان تطلع معاكي الخرط مظبوطة زي ما انت شايفة بالطريقة ديت كده اهوت. شايفين بقى الشكل والريحة حاجة كده تحفة، يعني فاتوا من الطعم الحلو كتير اللي ما جربش الطريقة دي. فياريت كلكم تجربوها وتقولوا لي عليها في الكومنتات ان كانت الوصفة دي عجبتكم ولا لا. طبعا في كذا طريقة، في ما بيحطش في قلبه توم بيحط معاه بره كده وهو بيتسلق، وفي بيحط في قلبه. انا بفضل في قلبه وبديله نكهة حلوة كده زي ما انتم شايفين بقى، يعني مفيش بقى احلى من كده. شايفين الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. واللحمة بقى مستوية ودايبة دوب ازاي، حبيت اوريها لكم برضو عشان تبقى عارفة ان هي مستوية ودايبة كده دوب. كده خلصت اهوت، وهعمل بقى جهز طبق الرز كده زي ما انتم شايفين. انا جهزته بقى كده وجبت بقى المكسرات وحطيتها عليه كده وزينته بقى كده زي ما انتم شايفين. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم النهارده، وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك، واشوفكم فيديو جديد احلى واحلى. مع السلامة.